السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي في الله، وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير كلكم جميعا. طبعا بقى انا بما ان الفاكهة دلوقتي موجودة في الشتاء، هي بتبقى موجودة في الصيف اي نعم، بس يعني انا عشان نزلت ولقيتها فقلت لما اجيبها. احنا دلوقتي في فترة شتاء مش في الصيف، يعني ما بين الصيف وما بين الشتاء. ماشي يا حبايب قلبي. فطبعا بما اننا بقى جبنا الموز، وكان تفاح احمر، والرمان، والاناناس او الشهدايه الصغيره ديت مش عارفه بتلخبط فيهم كتير، بس هو تقريبا ده اناناس ورمان وبرتقان وتفاح اصفر. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه خليكم معايا يا حبايب قلبي. قلنا بقى ايه، نرطب على قلبنا كده بحاجه خفيفه تبقى موجوده في التلاجة، جنة ضيوف تبقى برضو ايه موجوده، يعني عشان انا في ناس جايه لنا وكده. فبما ان في حد جاي لنا فقلنا ايه، نعمل لهم حاجه كده نقدمها لهم في الايه، في الكاسات يا حبايب قلبي. يلا نشوف هنعمل ايه يا حبايب قلبي مع بعض. اول حاجه انا هجيب بوله صغيره خالص كده، وهجيب ميه ساقعه خالص. اسفه على الصوت. ماشي يا حبايب قلبي، هنزل بكوبايه ميه ساقعه. طبعا هتقولوا يبقى اكيد هتعمل فعلا كريم شانتيه، وانا فعلا هعمل كريم شانتيه. فيلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايب قلبي، لازم تكون ميه من التلاجة ساقعه جدا اهي. ادي كوبايه واحده، وهنزل بمعلقه كريم شانتيه كبيره على الكوبايه، معلقه. ماشي يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الكوبايه الكبيره بتاعتنا اهي. ماشي، وهنقلب بقى حلو قوي 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 كده لغايه لما القوام يتقل معانا. عندي مضرب كهرباء، بس انا حبيت اعمل لكم كده عشان ابين لكم قدامكم ان اي حاجه باي حاجه في البيت هنعمل بيها. نقلب جامد قوي. انا عندي مضرب كهرباء، بس انا قلت اعمل لكم بالمضرب اليدوي عشان تشوفوا قدام عينيكم كل حاجه على الطبيعه اهو. على حسب انت عايزه كوبايتين، عايزه قصدي معلقتين حط عايزه معلقتين حطي، عايزه 3 حطي، لو عايزاه تقيل قوي. بس انا عايزاه يدي طعم حاجه بسيطه يعني طعم زي الايس كريم. هو دوت مسكر يعني، ولا يعني هحط له سكر ولا اي حاجه خالص. انا جايباه من العطار. شايفين الرغاوه بتاعته جميله ازاي اهي. شايفين انا مش عايزاه تقيل، انا عايزاه يدي كده. شايفين الشكل ده؟ انا مش عايزاه تقيل عشان طبعا الحاجه الفاكهه اللي انا هحطها تبقى ايه حلوه. وانا عصره فراوله وعصره مانجا كانوا عندي في الفريزر، عشان الاوان دوت المانجا خلصت خلاص، وطبعا مفيش فراوله. انا طلعت من الفريزر وعملت الفراوله وعملت الايه، المانجا. ماشي يا حبايب قلبي، انا عايزه القوام ده اهو. بس هنركن بقى ده كده على جنب خالص كده. طيب هقشر الحاجه وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو يا حبايب قلبي. خليكم معايا كده بقى يا حبايب قلبي. بعد ما قطعته كله، والكريم شانتيه انا مش عايزاه تقيل، يبقى كريمي، لان انا مش هعمل حلويات، فانا عاوزاه كده يبقى حلو كده. هوريكم بقى هنعمل ايه. يلا نكون مع بعض. انا اول حاجه جبت بوله هنحط فيها الاول، وبعد كده هنقلها في شفشه عشان ايه، تبقوا شايفين الخطوات قدامكم. ماشي يا حبايب قلبي، ده الرمان بتاعنا، وادي الموز، وادي البرتقال، وادي التفاح، وادي الاناناس. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه كده الصوره واضحه ولا لا، ان شاء الله تكون واضحه. ماشي، اول حاجه هننزل بيها هي البرتقال عادي، اي حاجه مش هتفرق ايه قبل ايه. وادي التفاح بتاعنا. ماشي يا حبايبي، وادي الرمان. بصوا بقى الميكس الجميل ده، وبصوا بيبقى شكله عامل ازاي. شايفين اهو.
شايفين الميكس عامل ازاي اهو. ماشي، هنزل بقى بالموز بتاعنا كله حتت صغيره عشان يبقى كله على البق حلو. ماشي، وهنقلب برضو اهو. انا للاسف ما عنديش كيوي المره دي، لو اي اضافات براحتك حطي. انا كنت بحط لجوزي عليها بسبوسه كنت بعملها له زي بره. انا عندي بسبوسه بس انا هحطها له في الكاسه اللي هو هيبقى عايز فيها. ماشي يا حبايب قلبي، يبقى اول حاجه حطيناها الايه البرتقال، وبعديها حطينا التفاح، بعد كده الرمان، بعد كده الموز، بعد كده الاناناس. شايفين الشكل بتاعها اصلا يفتح النفس ازاي؟ شايفين اهو. هنزل بقى بكريم الشانتيه بتاعنا الحلو اللي عملناه. انا مش عايزاه تقيل لان انا مش هعمله حلويات، عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتات طب ما انت مش عاملاه زي كريم الشانتيه. لا، انا عايزاه كده يبقى عامل زي الايس كريم كده. ماشي اهو. انا اصلا في العصير حاطه سكر، فهنا مش هحط سكر. هوريكم العصير اللي انا عاملاه، المانجا والفراوله. شايفين اهو. اهو يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاطه الميكس على بعض، الفراوله على المانجا اهو اهو. ماشي، هنحط بقى حبه شربات اهو يا حبايب قلبي. الشربات بنكهه الورد. ماشي، مش عايزين نكتر، هنحط مثلا ايه اهو معلقتين يعتبر كده عشان هي اتدلقت مني كده 3، ونجرب اهو. شايفين الجمال؟ ادت ميكس رهيب اهو. مش هنكتر اكتر من كده. انا مش هحط سكر عشان انا حاطه سكر على المانجا والفراوله، عشان ما حدش يقول انت ما حطيتيش سكر. لا، انا حاطه على المانجا والفراوله معلقه عسل ابيض ومعلقتين سكر. انت على حسب بقى انت عايزه تدوقي كده اهو. انا هدوق دلوقتي، محتاجه سكر هحط. بالنسبه ليا انا وجوزي مش بنحب السكر الكتير اهو كده. في منتهى الجمال، هو مش محتاج اي سكر. انت حطي سكر لو انت عايزه تضربي سكر وحطيه، عايزه تحطي عليه ماشي، بس انا عن نفسي بس الافضل ما تحطيش سكر اللي هو الخشن، حطي سكر بودره عشان ما يكلكعش معاكي السكر التاني اهو. بصوا انا عندي سكر بودره اهو، هحطه عشان اوريهولكوا اهو. انا مش عايزه كتير اهو، ده اهو بس كده. انا مش عايزه ايه كتير، ان انا بحب الحاجه كده عشان تعرفي تاكليها كأنك بتاكليها بدون اي حاجه. ماشي اهي يا حبايب قلبي. شايفين الجمال بتاعها؟ شايفين؟ بصوا كده عملنا ايه. حطينا رمان على موز على شهد على تفاح على برتقان وحطينا شربات، حطينا كريم شانتيه، حطينا مانجا عصير، مانجا فراوله مانجا فراوله ايه، وحطينا عصير فراوله. هو ده اللي احنا حاطينه. المقادير بتاعتنا الجميله. عايزه تحطي سكر بودره حطي براحتك، ده اختياري طبعا على حسب الرغبه. في ناس بتحبه مسكر جدا، يعني انا ووالدتي وجوزي بنحب الحاجه كده طبيعيه، بس والدي واخويا بيحبوا الحاجه، واخويا الكبير بيحبوا الحاجه مسكره. فعشان كده انا بقول لكم كل واحد وايه وعلى حسب الرغبه بتاعته. يلا نشوف هنعبي في الكاسات بتاعتنا ونشوف هتبقى شكلها عامله ازاي. كده اهو يا حبايب قلبي. انا كنت هعبي نسيت، قلت اوريلكوا الشكل اهو. والباقي بقى هحطه في شفشق كده وفي قلب التلاجة، كل اللي يعوز يطلع. مش هحطها في البتاع. والله طعمه جميل جدا، جربوها بنفس الطريقه ديت هتعجبكم جدا وهتحبوها.
عايزين تكتروا تحطوا فيها اي عصير حطوا، مش هقول لكم لا. اهو شايفين العصير اللي انا بحطه اهو، هو منه من الطبق نفسه اهو، عشان ما تفكروش ان انا بحط عصير خارجي. بس ادي ايه الكاساته بتاعتنا الجميله اهي، شايفين الشكل بتاعنا. مش قادره اقول لكم والله طعمها جميل جدا، حتى شكلها يفتح النفس. طبعا لما يجوا النهارده من الضيوف هقدمها لهم على نفس الحوار كده ماشي. وعندك اي تكايه صغيره كده حطيها، بصوا زي التفاحه كده اهو. من هنا عندك مثلا الكيوي حطيها الناحيه التانية، يعني شكلي انت من ايه، من نفسك. بتفتح اصلا النفس لاي حد عايز، يعني مش عايز ياكل هياكل اهو. شايفين الجمال اهو يا حبايب قلبي ماشي اهو، واحده هنا وواحده هنا اهي. شايفين اهو، انا مش عارفه الطبق كده اللي هو الاتنين شايفينهم. ايه رايكم في الجمال ده؟ والله تحفه تحفه تحفه، جربوها وبالله عليكم ما تنسوا تدعوا لي وما تنسوا تدعموا لي، وتكون الطريقه سهله وبسيطه، وجربوها وقولوا لي في الكومنتات ماشي يا حبايب قلبي. ما تنسوش بالله عليكم اللايك والشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي في الله.